السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ سيف زاهر أو الإعلامي سيف زاهر كان جايب كهربا على التليفون. طبعا كهربا مفيش نادي تقريبا عايز ياخده، واقف في البيت مش لاقي حتة يلعب فيها. وطبعا يعني بعد الغرامة اللي دفعها واللي غصب عنه، دفعها غصب عنه، دفعها زي مش عايز أقول ماشي. بعد ما الاهلي طبعا يعني سوحه ورماه وبقاش ليه لازمه خلاص مع النادي الاهلي، وده مش حاجه جديده عن النادي الاهلي طبعا. فكهربا بقى رجع من الكويت طبعا مش لاقي حته يلعب فيها، فطالع مع سيف زاهر فسيف زاهر بيقول له ايه، لو نادي الزمالك عرض عليك يا كهربا ان انت ترجع تاني لنادي الزمالك هتوافق؟ سيف زاهر بيقول له لو نادي الزمالك لو عرض عليك تاني ان انت ترجع هتوافق؟ الاخ كهربا قال له ايه، مع كامل احترامي للزمالك وجماهيره، لكن موضوع ان ارجع نادي الزمالك ده صعب جدا يا سيف. لا يالا احنا بنقطع نفسنا عليك يالا، ياض احنا بنقطع نفسنا عليك ومش قادرين على بعدك يالا. ياض انت والاعلام اللي يعني مش عايز اشتم، اللي اسمه زيف زاهر ده، ياض انت مالكش لازمه يالا. الزمالك ده اللي خلالك قيمه، الزمالك ده اللي خيره عليك وخلالك قيمه. ولما تتكلم على نادي الزمالك انت قلت مع كامل احترامي، بس اللي سألك السؤال ده انسان غلط، انسان غلط. ويسألك سؤال زي ده ازاي اصلا، وازاي يخطر على باله يسألك سؤال زي ده؟ زي شوبير قبل كده لما طلع وقال انت إن الزمالك محتاج كهرباء، محتاج كهرباء، الزمالك محتاج كهرباء. يعني خدتوه لحم ورميتوه عظم، وفي الاخر احنا هنروح نلم العظم ده؟ لو مجلس الإدارة وافق احنا كجمهور مش هنوافق. ده لو فكروا، بس لو فكروا ده احنا نولع فيهم، عليه الحال نولع فيهم. هو مين اللي بيفكر فيك يا كهربا؟ ده انت ما فيش نادي في مصر لغاية دلوقتي عايزك، بقى نادي الزمالك هو اللي هيعوزك. روح يا بابا، روح يا بابا، الله يسهل لك، روح يا بابا، شوف انت رايح فين.